الأكلة دي كلنا بنحبها وبنعشقها، وفي ناس كتيرة مننا بتروح وتدفع فيها مبالغ جامدة. تعالي معايا واحنا هنعملها بكل بساطة وطريقة خفيفة جدا وطريقة سهلة. هتوفر عليكي مجهود وهتوفر عليكي وقت كتير. تعالي معايا وانا هقولك هتعملي ازاي. بصوا البانيه بطريقة جميلة جدا وبتتبيلة بيخلي البانيه كده جوسي وجميل جدا، شايفين؟ وكمان الممبار هوريكم تعملوه ازاي بطريقة سهلة وبسيطة برضو. شايفين دايب دوب وبجد يعني حاجة كده طعم وريحة جميلة جدا، مفيهوش اي زفارة. تعالوا معايا ونشوف الطريقة. بس يا رب الفيديو يعجبكم ان شاء الله. ما تنسونيش لو عجبكم الفيديو، ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك. ويلا اوريكم اسهل طريقة ممكن تنضفي بيها الممبار. مش هياخد في ايدك 3 دقايق، بجد طرق سهلة جدا جدا هتشجعك ان انت تعملي الممبار على طول، مش هتزهقي منه خالص. كده انا معايا الممبار بتاعي ده وانا شطفاه، بس طبعا لسه ما نضفتهوش، انا شطفته بس بميه كده عشان ريحه الزفاره يعني. وبدات بصوا بقى، دي اول طريقه ان انا اقلب معايا الممبار. بالطريقة دي تمسكوا طرف الممبار وتقلبوه بالصابع كده وتنزلوا عليه المية. هو تدريجي كده هيبتدي يقلب نفسه بنفسه زي ما انتوا شايفين. تنزلوا بس الممبار زي كده هتلاقوه اتقلب معاكم بكل سهولة. او لو مش هتعرفوا الخطوة دي بمعلقة او بأي حاجة تقلبوا بيها الممبار هيتقلب معاكم بكل سهولة، متقلقوش. وهقلب بقى الممبار معايا بالطريقة دي كده الكمية بتاعتي كلها اهو، بوريكم تاني سهلة جدا جدا ما فيهوش اي صعوبة. او زي ما انتوا شايفين، اهم حاجة بس لو الممبار فيه دهن كتير من بره نحاول كده نقلله او نشيله خالص لو هنعرف نشيله. وكده بعد ما الممبار بتاعي كله قلبته بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين، هبتدي بقى في اول طريقة لتنظيف الممبار. والطريقة دي برضو سهلة جدا، بس هي ممكن لو انتوا ما خدتوش بالكو الممبار يتقطع معاكو. بس لو خليتوا بالكو طبعا هي طريقة سهلة جدا. بصوا شايفين، معلش بقى بالمنظر، بس انا بحاول اوريكم الحاجات اللي بتنزل. بالطريقة دي كده هتعملوها على الوشين هتلاقوا ما شاء الله الممبار بتاعكم نضيف اهو زي ما انتوا شايفين كده. في بقى طريقة تانية كده دي سهلة جدا 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 يعني. بصوا مش عايزة اقول لكم الطريقة دي بجد اسهل طريقة ممكن تنضفي بيها الممبار. لو عندك بقى الكبشة او المعلقة المخرمة دي، تحطي بقى الممبراية فيها كده وتدخلي طرفها كده وتسحبيها. بصوا هوريكم بقى، هي سهلة وسريعة وما بتخليش اي حاجة في الممبار مش نضيفة، وبتشيل كل الحاجات دي اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين واحدة واحدة بالطريقة دي كده اهو، شايفين؟ طبعا ممكن بقى يضايقكم لو فيها حتت دهن كده زي ما انتوا شايفين، هتقف في الفتحة يعني. على قد ما تقدروا تنضفوا الممبار من الدهن اللي هو فيه عشان يبقى سهل معاكم ان انتوا تنضفوه اهو، شايفين؟ او ممكن لو ما عندكمش بقى الكبشة دي، ممكن لو بغطا ازازة وتخرموها باي حاجة سخنة، تعملوا لها فتحة زي الفتحات دي كده برضو هتشتغل معاكم تمام. بس اهم حاجة تنعموا الفتحة دي ما تكونش فيها رايش او حاجات كده تقطع معاكم الممبار، تبقى ناعمة برضو هتبقى تسهل معاكم قوي تنظيف الممبار. كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها عشان الفيديو معاكم ما يطولش. هبتدي بقى ارش عليه ده ملح، هبتدي ارش عليه ملح، وطبعا تنضفوه كويس جدا جدا من الزفاره يعني. تحطوا عليه ملح، تحطوا عليه ليمون، حبه دقيق كمان ده يمنع الزفاره خالص. اهم حاجه ما تحطوش خل خالص في الحاجات اللي زي كده، ما تحطوش خل، انا بقول لكم المره التانية الخل لا. لكن الليمون والملح والدقيق دول اكتر حاجه بتنضف الممبار وتخليه زي القشطه كده. وهوريكم دلوقتي. بصوا انتوا شايفين الحاجات اللي بتنزل اهي، ولسه دي اول شطفة بالملح، بس لسه هشطفه بالليمون والدقيق. هشطفه بقى واكمل انا الشطيف بتاعه والغسيل وهوريكم في الاخر. بصوا ميته هتبقى زي القشطة وهيبقى نظيف ما شاء الله. طبعا في ناس كتيرة بتكسل من الممبار لانه بياخد بجد تنظيف، و يعني الناس بتعتبره ان هو غلبة كده في تنظيفه، لكن هو سهل جدا. بس اهم حاجة تعرفي الطريقة المناسبة لتنظيفه.
مفيهوش اي صعوبة. بس كده انا خلصت كده الممبار معايا، وهنقعه بقى بالمحلول اللي انا قلتلكوا عليه، بملح وليمون، وهسيبه يتنقع شوية عشان الزفارة. هبتدي بقى اعمل الخلطة بتاعته. هنا جبت الخضرة معايا وكنت مقطعاها، دي كزبرة وشبت وبقدونس، وقطعت عليها بصل، وقطعت عليها قوطة بالطريقة دي. طبعا انا ما عنديش صلصة، لو عندك صلصة هتحطي معلقتين. ممكن لو حابة تسبكي بقى زي تسبيكة المحشي برضو هيبقى تمام، بس انا بحبه بصراحة ني في ني كده، بيبقى طعمه جميل جدا. بدأت ان انا احط هنا، افرك معايا ده نعناع فركته كده، وحبة زيت، وحطيت كمون وشطة وملح، وحبة كزبرة كمان. بس كده دي اسهل طريقة للممبار. كنت انا غاسلة الرز بتاعي حلو قوي ومصفياه في المصفى عشان ما يبقاش فيه مية بالطريقة دي، وهبتدي اقلبه. طبعا انا مش هحطه على النار خالص، ده ني في ني. الطريقة دي سهلة وبسيطة، ولو عندك كمية ممبار كبيرة هتشجعك ان انت تعمليها. جبت الممبار بعد ما غسلته معايا، وزي ما قلتلكوا نقعته وشطفته تاني. بعد كده صفيته بالمصفى، وهوريكم بقى بيتحشي بكل سهولة ازاي. بنفتحه بالطريقة دي، ولا تقولولي قمع بقى ولا تقولولي الكلام ده. لا، هو الممبار تمسكوه بايديكم بصوابعكم الاتنين كده، وبالايد التانية هتحشوا. طبعا الزيت اللي انا حطيته ده بيسهل كتير ان هو يتحشي معايا بكل سهولة. بصوا بقى، ممكن انتوا تحشوه على الوش، ممكن تحشوه على الظهر، يعني ممكن تحشوه على الناحية اللي هي الناعمة، وممكن تحشوه كمان على الحتة اللي هي فيها الدهن دي. بس هو طبعا الأسرع الحتة اللي فيها الحتة الناعمة لما بتبقى مقلوبة، ده بيسهل عليك الحشو كتير. وكنت حشيته بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده، وخلصت الكمية كلها بسم الله ما شاء الله. اهم حاجة بس في الحشو ان انتوا ما تملوش الممبار كتير، يعني حاجة بسيطة كده، لان هو بيبتدي يزيد عشان ما يفرقعش معاكم. وكده خلصت الكمية بتاعتي كلها ما شاء الله. كنت حاطه بقى حلة على النار، دي اللي هنسلق فيها الممبار. حطيتها كده تغلي معايا، وكنت حاطه فيها بقى ورق لوري. الحاجات اللي انا هحطها دي ورق لوري وفلفل اسمر وحبهان وكم عود قرنفل كده، ده بيدي ريحه جميله وبيمنع ريحه الزفاره في الممبار. طبعا انا مش هحط له اي حاجه تاني، وهحط كمان قرفه. يعني يعتبر كده حطيت كل معطرات الشوربه، عشان يديني نكهة حلوة كده، ويشيل ما يخليش ريحة زفارة في الممبار. بجد دي احسن طريقة لعمايل الممبار، ما بيخليكش ريحة. طريقة سهلة كتنظيف كحشو. في ناس بقى بتعذب نفسها بالقمع والكلام ده، بجد بيبقى مش حلو خالص في الحشو. لكن طول ما انت حاطه له زيت بيبقى سهل معاكي في الحشو. كده حطيت زي ما انت شفتوا اهو الحبهان وورق اللوري والقرفة الخشب، وكمان كام واحدة قرنفل والفلفل الاسمر، وكمان هحط الملح. وهسيبهم بقى كده المية تغلي معايا. كنت عاملة ايه كمان جنب الممبار، ما حبيتش ان انا اعمل الممبار لوحده، حبيت ان انا اعمل جنب منه، هعمل جنب منه بانيه. جبت كده بصلاية وقطاية وبشرتهم مقطعتهمش، علشان تبقى التتبيلة ناعمة كده لما اتبل بيها البانيه. بجد بتبقى التتبيلة دي جميلة جدا جدا، جربوها برضو. كانت هنا المية بقى بتاعتي غليت بالبهارات بتاعتها، ريحتها كانت جميلة اصلا من غير ما احط فيها اي حاجة لسه. بدأت ان انا كده انزل فيها الممبار بتاعي واحدة واحدة وبالراحة، عشان ما يطلعش الرز. وعامة الممبار مجرد ما بينزل في المية السخنة قوي دي، بتلاقوه لم كده لوحده، محدش يربطه يا جماعة من الطروف عشان ما يفرقعش. خلوه براحته كده، هو تلقائي بيلم منه لنفسه. مجرد ما بينزل في المية السخنة، شايفين الطروف بتاعته بتلم وتضيق خالص، يعني حتى كمان ما بتنزلش اي حاجة. وحاولوا على قد ما تقدروا زي ما قلت لكم ما تزودوش الرز فيه عشان ما يفرقعش. خلوه كده الرز قليل عشان ياخد راحته في السوا، ويبقى حلو وطري كده معاكم زي ما هتشوفوا. حطيت له كده الملح، وهسيبه بقى يستوي كده مع نفسه. بس اهم حاجه معلش النار قوي عشان ما يغليش زياده ويفرقع معايا. خلي النار وسط كده، وهسيبه كده يستوي مع نفسه. وهشوف انا هعمل التتبيله بتاعتي ازاي. بجد التتبيله دي جربوها مش هتندموا، وريحتها بجد جميله جدا. حطيت هنا في البدايه فلفل اسمر، ودي كمون وكزبره وسنه قرفه بسيطه جدا جدا عشان تشيل اي زفاره. واهم حاجه انا بحطها في تتبيله البانيه دي برضو فركه نعناع.
ما بحبش النعناع الناعم، بحب انا افركه بايدي كده. ودول حبة شطة، النعناع بجد بيدي طعم جميل جدا للتتبيلة. ودول بقى ده الكركم ده اختياري زي ما انتوا عايزين. انا بحب احطه كده بيدي لون، بس مش بيغير الطعم ولا حاجة، بيدي لون بعد البانيه ما بيتحمر بيبقى لونه جميل كده. وحطيت بقى الملح بتاعي، كنت انا شاطفه البانيه حلو قوي، وكنت مصفياه قوي من الميه عشان ما يسربش ميه كده ويبقى التتبيله كلها ميه. هبتدي بقى ادخل كده التتبيله في كل حته البانيه بتاعتي بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. لو وصلتي معايا لهنا تعالوا نصلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ويا ريت بقى تكملي الفيديو للاخر، ولو عجبك الفيديو زي ما قلت لك في الاول ما تنسليش في لايك وشير واشتراك للقناه، وفعلوا زرار الجرس عشان اي فيديو انزله جديد يوصلكوا تلقائي باشعار الاشعارات، زيه زي الواتس او الفيسبوك زي ما قلت لكم قبل كده. كان خلاص الحمد لله الممبار بتاعي خلاص استوى. هبتدي بقى اطلعه كده واصفيه من الميه حلو. وكده كان خلاص الممبار بتاعي حمرته، وكمان البانيه ما حبيتش اطول معاك الفيديو اكتر من كده. كان ريحته بجد جميله جدا، وريحه الخلطه وريحه تتبيله البانيه مديها ريحه وطعم جميل جدا. جربوا الطريقه دي مش هتندموا. شايفين الشكل بجد؟ لو الشكل ده عجبكم يبقى انا استاهل لايك حلو منكم، تعليق كمان تكتبوا لي كده تعليق كويس وتقولوا لي طريقتي دي عجبتكم ولا لا. بس بصراحة هي الطريقة دي انا معتمداها على طول في البانيه او في الممبار او العزبان زي ما حبايبنا في اسكندرية بيقولوا عليه. جربوه مش هتندموا، بجد طريقة سهلة لو كل ما تعملوه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واشوفكم على خير.